منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال. شهر الكشف قليل، بس يا حضرتك لو شفت نوعية المرضى اللي بيقولوا تجد انها طبقات فقيرة ومهمشة ومطحونة وطبقات تستاهل العطف يعني. قال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. كان في هناك طفل شاب كده عنده حوالي 10 سنين، فقال لي والدته يا ماما هاتي لي حقنه الانسولين بتاع السكر لان انا تعبان قوي. قالت له يا ابني لو جبت لك حقنه الانسولين ولادك اخواتك مش هيتعشوا، يا دوبك الفلوس اللي هنا على قد الطعميه والعيش بتاع العشاء. فالولد طلع فوق السطوح وحرق نفسه وهو بيموت، بيقول لها يا ماما انا عملت كده علشان اوفر لاخواتي حق الانسولين اللي انا باخده. جريت عليه لما قالوا لي، جريت لقيته بيتحرق، جبت بطانيه ولفته فيها وخبطه في ابني ومات وهو مطحون. الموضوع ده حطم حياتي وخلاني اقسمت اني اتفرغ للفقراء. إصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال.